أهلا بيكم. سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس التاني من الوحدة التانية بعنوان حياة المصري القديم، عصور ما قبل التاريخ، من كتاب الأضواء. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول، أكمل. 1. كان المصري القديم في العصر الحجري القديم بيعيش فوق الهضاب. 2. صنع المصري القديم أدواته من الفخار في العصر الحجري الحديث. 3. كان شعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس. 4. كان معبود مملكة الشمال ثعبان الكبرى. 5. اتخذت الوحدة الأولى عام 4242 قبل الميلاد مدينة عاصمة للبلاد هليوبلس. 6. كان الملك نعرمر أو مينا حاكما لمدينة قبل توحيده للبلاد مدينة طيبة. 7. اتخذ الملك نعرمر من مدينة عاصمة له من مدينة منفر عاصمة له. السؤال الثاني، اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. اعتمد المصري القديم على التنقل والترحال لصيد الحيوانات في العصر الحجري الحديث. غلط. 2. نزل المصري القديم إلى ضفاف نهر النيل بعد جفاف الهضاب. صح. 3. بنى المصري القديم منزله من الطوب اللبني في العصر الحجري القديم. غلط. 4. اكتشف المصري القديم الحديد في عصر المعادن. صح. 5. تضم مملكة الشمال أقاليم الوجه البحري. صح. 6. كان لكل إقليم حاكم يدير شؤونه وجيش لحمايته. صح. السؤال الثالث، اختر. 1. أصبحت حياة المصري القديم أكثر استقرارا في أي من العصور التالية؟ في عصر المعادن. 2. نشأت من تجمع القرى وكان لها حاكم. المدينة. 3. كانت عاصمة مملكة الشمال بوتو. 4. نجحت في توحيد البلاد عام 4242 قبل الميلاد مملكة الشمال. 5. قام بتوحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد الملك نعرمر أو مينا. السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. 1. اكتشف المصري القديم النار في العصر الحجري الحديث. غلط. في العصر الحجري القديم. 2. نشأت من تجمع المنازل حول نهر النيل المدينة. غلط. القرية. 3. كان شعار مملكة الشمال زهرة اللوتس. غلط. نبات البردي. 4. كان معبود مملكة الجنوب ثعبان الكبرى. غلط. أنثى النسر. 5. بنى الملك نعرمر مدينة هليوبلس. غلط. مدينة منفر. السؤال الخامس، حدد المختلف في العبارات التالية: بوتو ونبات البردي ثعبان الكبرى نخب.
المختلف نخب. 2 زهرة اللوتس، التاج الأحمر ونخب وأنثى النسر. المختلف التاج الأحمر. السؤال السادس، بما تفسر؟ 1 عاش المصري القديم حياة التنقل والترحال في العصر الحجري القديم لصيد الحيوانات وجمع الثمار. 2 نزول المصري القديم إلى ضفاف نهر النيل في العصر الحجري الحديث بسبب جفاف الهضاب. 3 نشأة الأقاليم في مصر القديمة بسبب تجمع القرى والمدن. 4 بناء الملك نعرمر لمدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد. السؤال السابع، ما النتائج المترتبة على؟ 1 نزول المصري القديم إلى ضفاف نهر النيل، ده هيؤدي إلى معرفة الزراعة والاستقرار وتربية الحيوانات وصنع أدواته من الفخار والحجارة، وبدأ الإنسان في بناء المنازل من الطوب اللبني. 2 اكتشاف المصري القديم للمعادن، ده هيؤدي إلى استخدامها في صناعة أدواته. السؤال الثامن، قارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث العاصمة والشعار ولون التاج. عاصمة مملكة الشمال بوتو، الشعار نبات البردي، لون التاج أحمر. مملكة الجنوب عاصمتها نخب، الشعار زهرة اللوتس، لون التاج أبيض. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.